رجل هذا ذكر قصة الحقيقة عجيبة وفيها طرافة وفيها. هذا رجل من أهل الخرمة وله بنت أخت مدرسة في الخرمة، وجات قالت يا خالي، قال نعم، قالت معنا مدرسة من المدينة المنورة وعندها مشكلة، والمشكلة هذه لازم فيها مراجعات في دوائر حكومية وبيكتفزع لها يا خالي. فقام الرجل جزاه الله خير وتزهل وقام يسعى لين حلت مشكلة هالمرأة اللي جاية من المدينة المنورة تدرس في الخرمة. طبعا ما أتوقع أنها في الخرمة، في إحدى المدن القريبة من الخرمة، وانحلت المشكلة. الرجل هذا صمل وصل عمره 36 سنة ما تزوج. فجأت قالت يا خالي، قال نعم، قالت والله إن المرأة هذه المعلمة إنها لايقة عليك ومرت صالحة وفيها خير، وش رأيك نخطبها لك ونزوجك إياها؟ قال والله أنا صاد عن الزواج، لكن ما دام الصفات هذه فيها والله هذه تنشر، اسألي. راحت للمرأة قالت يا فلان هذا خالي هو اللي سعارس في الموضوع، والرجل والله اني ما اقدر، يعني شهادتي فيه مجروحه، لكن والله انه ينصفط. وكثرت عليها، قالت والله شوفوها لي. يوم قالت شوفوها لي الامور انحلت. قالت يا خالي توكل على الله، هذا عنوان اهلها في المدينه المنوره، راح له. ركب الخال وخذ معه شيبانه وربعه وجماعته وراحوا المدينه واخطبوا. هذيلك عندهم خبر وسالوا عن الرجال فاضل وفيه خير ويتزوج. قالوا والله يقوي. دفع المهر وتزوج وصارت زوجته، وجابها عنده في الخرمة، هي عنده بعد. خذ لها بيت وأكرمها، والرجل على وظيفة وأموره مرتبة. يوم خذ 8 شهور دق عليه أبو زوجته، قال يا فلان، قال نعم، قال ترى احنا بنجي الديرة اللي انت فيها ونسلم على بنتنا. قال انتم تجون، الله يحييك الله يحييكم، ويرحب فيهم ترحيب بالتلفون أشبعهم. هم عاد يحبونه من ذكر المرأة فيهم، من علومه طيبة. اركبوا بالسيارة وجو للديرة هذه. يوم وصلوا على ذان الظهر، يا فلان ترى احنا طبينا البلد وبناخذنا فندق نريح والليلة عشانه الله يقويك. قال تعالوا نروح عندي. قالوا لا والله ما نمرح الا في الفندق. قال الله يحييك. رح طال عمرك، هالحين اليوم يوم 29 من الشهر، باقي على الراتب يوم، الراتب بكرة. رح وخابر في الحساب 3000 ريال. رح للصرافة وحط البطاقة وطق رقم السري، وطلعت الصرافة. يوم شاف الرصيد له ناقص 50، عليه قرض من البنك، ونزل القرض وسحب 3000 ريال وحط بالناقص 50. ولا والله الرجال، ويعيد ثاني مرة، حسبي الله ونعم. المفروض البنوك تأخذونها إذا نزلت الراتب، مو حتى لو في رصيد، لأن هذا يمكن يمشيني. يقولوا عيد ثاني مرة ويضيق بالأرض بما وسع. أنا خابر أن أخوياي ظروفهم صلحة، وكل اللي عندنا في الديرة عايشين على الراتب، وكلهم رواتبهم تنزل بكرة. وين أروح؟ يقول وأنا في سوداني أتعامل معه عنده غنم يبيعني، وأدق عليه، سلام عليكم السلام يا زول. قال نعم، أنا نبيلي ذبيحة وبكرة بحاسب. قال طيب تعال خذها بكرة وحاسبني بكرة. قال يا رجال أنا عندي عشاء الليلة والضيوف الليلة بعشيهم وراتبي بينزل بكرة. قال والله يا زول الحلال ما هو لي ولا أقدر أحكم عليه، أنت رجال تجيب الفلوس وبعطيك الذبيحة. كل هذا هو قاعد عند الصراف. يوم خذ أبوه ربع ساعة، ولا والله يعني السوداني أي يعطي سكر من حقه طبعا. يقول يضيق صدري ودير التفاكير، من أكلم إلا رجال يضيق كتفه من ورا. يا ولد. يقول لهم التفت لك الرجال غريب، هلا ومرحبا يا مرحبا. قال يا ولدي صرف لي 300 ريال من هالصرافة، أنا ما أعرف أتعامل معها، ترى الكلام قريب من 6 شهور وجاي القصة هذه. يلا. يقول أنا أخذ الصرافة وأرجع أنا وياه. قلت كم السري رقم السري؟ قال 1 2 3 4. يا سلام. وأدق 1 2 3 4 ويطلع لي ولا في الحساب. قال في الحساب يا ولدي 2006. طلع لي 300. يقول أنا زانتني، جاني إبليس وتربع. الشايب لا يعرف، وأنا عندي ضيوف وحالتي حالة. قلت وأقوم أدخل على حسابي وأسجله وأحول 2300 ريال لحسابي. الله الخير. قلت وال300 الباقية بسحبها لك كاش، وبكرة أرجعها أنا في حساب. مو داري الشايب. يقول وأنا يوم حولتها على حسابي 2300 وجتني الرسالة، دخلت البطاقة ثاني مرة وهو يشوفني بس ما يدري ايش السالفة. وأدق 1 2 3 4 بصرف 300، عي يعطيني 300. أحاول أصرفها عي،
ما ادري ايش صار، خلل في الماكينه. قلت والله في خلل في الماكينه. قال جزاك الله خير يا ولدي. راح وخلص. قلت عطني رقم جوالك. اقول له. قال ايش تبي برقم جوالي؟ قلت ابي رقم جوالك يا عم. يقول هو شك فيني. عقب يوم جيت اطلب رقم الجوال شك. حاولت فيه قال يا ولدي وخر عني. يقول اروح على ظهر الكبوت واكتب رقم جوالي واسمي كامل واعطيه اياه. قلت احتجت شيء كلمني. قال هذا وش؟ قلت هذا رقم جوالي واسمي كامل، انا طالب طلبا. يقول احفظ الرقم. والله مستريه بالرجال. خذ الرقم ومشى. انا على طول يوم شفته راح من هناك واروح الصرافه ذي، خفت انها ما تعطيني فلوس، واروح لصرافه الثاني واسحب الفلوس كاش واشتري ذبيحه واديها المطبخ واشتري توابع الامور كلها، مره مبسوط في خاطري اني بحل المشكله. ارحامي واصير حرامي. لا حول ولا قوة. يقول المهم رحت وفرشت السجادات وانتظر المعازيم يهدفون. هذا نسيبي ابو زوجتي ومعه رجاجيل. يقول يوم شفتهم في موقفين سياراتهم يقولوا انا رحب، يا مرحبا يا مرحبا يا هلا. يقول يوم جوني واسلم عليهم ترحيب، واخواني عندي والمجلس فيه ضيوف على شرفهم والمداخل ماشيه. يقول يوم جيت اسلم على الشايب الثاني، لا هذا خوي راعي الصرافه. الله الخير. الله. يقول يوم شافني الرجال راح طال عمرك لصرافة ثانية ولقى عنده واحد. قال يا ولدي انا في حسابي 2600 اسحب لي 300. يوم طق قال يا عم ما في الا 300 ريال. قال 2000. قال ما في الا 300. قال بحلال انا 2600. شوف من سويه. يقول يوم ناظر له في تحويل 2300 ريال. قال الخبيث هذا سرقني، حسبي الله عليه، جعلها ما تكفيه علاج ويدعي عليه دعاء عظيم. الحقيقة ما عندي الا 2600 اخذ مني من 2300. هذا ما لعب علي، هذا اصرف لي 300. يقول هو يصرف له 300 ويعطيه اياه. جاء يوم جاء ولا سلم عليه له ثاني واحد. يقول انا الترحاب اللي في ثمي والكلام هذا كله مو راح، وهو عينه في عيني ناظرني وانا ناظره. يقول هو سكت وانا ما عاد تلفتني. اول ارحب وفرحان بنسيبي والرجاجيل اللي معه، ولا والله اختلفت موازيني كلها. الله الخير. قلتهم في المجلس وانا عيني كل ما جت عيني عليه وانا انزل وجهي. الله الخير. ومنفص عيونه فيني. هالكبر ما غير يناظرني، وكل ما شفت سكت. ابي ارحب بزوجتي، ابي ارحب بالضيوف اللي معه، ولا والله الرجال مو بيمي. عينه مره نار وشرار علي. يا الله انك تسترني، يا الله انك تسترني، يا الله انك تسخره يسترني. وانا وياه ما يقول اطلع للحوش صرت اتصدد عنه، احتري السفره واحتري العشاء واحتري. الشاهد في الكلام يقول يوم صرت ما عاد اجيهم، خليت اخوي عندهم يسولف عليهم ويقصد عليهم ويسع صدورهم، لكنه يبون راعي المحل. الا هو طالع لي في الحوش، انت يا خوي زين. قال انت اللي حولت 2300 ريال على حسابك. قلت شوف ما عندي الا مفاتيح الموتى، ابى اعطيك اياه مكان على 2003 بس استري. قال شوف انا قعدت ادير التفاكير واقول له انك حرامي، ما اعطيتني رقم جوالك واسمك كامل، انت وش فيك؟ وش السبب؟ يقول وانا اعلم هالقصه، انا راتبي بينزل بكره، وامس نزلوا البنك القرض وسحبوا مني المبلغ كله، وانا دورت احد اخذ من الفلوس ما لقيت، وجابك الله لي ولقيت فيك 2600. قلت باخذ 2003 واحولها لك مره ثانيه ما تداري، وال300 ريال ابى اسحب لك. ما سحبت الماكينه ولا 2003 تحولت في حسابي، وانا ارحامي جاييني وانت معهم. والله العظيم اني شاري فيها هالذبيحه وهذا، وانت بكره ان شاء الله لو تبي 5000 او 10000 انا حاضر، وسيارتي تبي افتحها الحين اسالك اياها، بس استرني قدام نسيبي وربعي. هذا بنعمل لهم شايب. قال هو يبتسم، قال تراني ابوك الليله. الله يبيض وجهك. انا ابوك الليله. الله الله. والذبيحه ترى هديت مني. قال والله اني ارجع الله لك، بس الله يستر عليك تسترني قدام نسيب. يقول انا خم راسه واحبه وقلبه، ولا والله رجعت الامور طبيعي ورحب وهلي. استغربوا قبل 5 دقائق طافي وقبلها فرحان والحين رجع ثاني مره. يعني استغربوا سبحان الله. يعني عمل الحقيقه يقول ان احنا عشيناه واكرمناه واستانس نسيبي واستفهلوا وانبسطوا. الستر على المسلمين مطلوب.
والرجال هذا يعني جزاه الله خير ستر على الرجال، ويوم شاف انه يعني نيته طيبه. انا ما ايد فعل الرجال تماما، صح. انه يسرق فلوس ويعيش في رجاجيل مهما كانت الظروف، صح. اما انك تجي للضيوف وتقول لهم بكره عشاكم انا عندي ظرف، ولا انك تدبر عمرك، لكن ما تسرق منها، صح. انا ما ايد. لكن يوم صارت الحادثه هذه وصار موقف الرجل هذا انه يقدر يستر عليه، المفروض يستر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز، يعني اللهم صل وسلم على الرسول، لما عصى ماعز وسوى العمل اللي هو سواه، راح للصحابي الثاني اللي هو هزال الأسلمي، قال يا هزال أنا أذنبت ذنب وأنتم كلكم تعرفون الذنب، فماذا؟ قال رح للرسول صلى الله عليه وسلم. فراح للرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم صد عنه وحاول مع الرسول، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الكلام اللي واضح في الحديث وأقام عليه الحد. لكن الرسول تأثر، ولما درى أن هزال الأسلمي هو اللي بلغ ماعز أنه يروح للرسول، راح له الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا هزال، يا هزال، قال نعم، قال ألم تستر على صاحب؟ هلا سترت عليه. لا إله إلا الله. يا أخوان، هذا نبي الأمة، وهذا جرم عظيم عمله ماعز، وراح ووبخ هزال وقال هلا سترت على صاحبك. الله أكبر. وفي الحديث من ستر مسلم ستره الله. حتى اللي رد ماعز مرة واثنين وثلاثة، رد لعلك قبلت لعلك، حتى أعرض عن الصحابة. طبعا هو الحديث معروف عند الناس، لكن أنا تكمل الحديث الحقيقة أعجبتني لما الرسول صلى الله عليه وسلم راح لهزال الأسلمي وقال له هل سترت على صاحب وأنتم عارفينها كبيرة من الكبائر. أنت شوف من جارك، من أخوك، من أختك، من أصدقائك، ليش تفضح في الحالة؟ ليش تخلي الناس تقلبها على بعضها؟ مدير تروح تقول له ترى الموظف فعل، وتروح للضابط الفلاني تقول ترى الحديث فعل، وتروح لهذا. والله العظيم إن صار عليه أي مشكلة أنت سبب فيها ليوم القيامة. بل إن بعض الناس اللي ما يسترون يصير سبب في موت ناس، وسبب في هلاك ناس، وسبب في فقر ناس إلى يوم القيامة. لذلك هذه القصص اللي حنا نقولها صحيح إنها قصة وفيها روح وفيها بداية وفيها نهاية وفيها حبكة، لكن الجمال إن حنا نطلع موضوع مثل موضوع الستر هذا ونتكلم عنه. يا أخوان، ترى البيوت فيها أسرار والناس تغلط.